على قد ما انا كنت حزين، على قد ما انا فرحان ان انا بعمل فيديو زي كده. هتشوفوا فيديوهين بنفس الوضع ده ونخش في الفيديو عشان انا ما كنتش عارف انا كنت عايز اعمل ايه. في الفيديو ده هقول لكم انا ناوي اعمل ايه في حياتي عامة. السلام عليكم، اخباركم ايه يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم سيف محمود من ايكون بلاكر. ايه البلان بتاعتي في 2026؟ في ناس كتير قوي اتضايقت ان انا وقفت كوتشنج، في ناس كتير اتبسطت ان انا وقفت كوتشنج. بس كوتشنج وتدريب عامة. انا ابتديت كوتشنج 2019. اتدربت انا اصلا كسيف عشان اديك معلومة، انا اتدربت قد كده، وبعد كده ابتديت اشتغل دروب شيبينج، اي كوميرس. دربت اكتر. لما جيت عملت الدروب شيبينج اصلا كنت عامل كيس ستاديز ب 300,000 و165,000 و300 و400 و500 و100. والجروب الذهبي ده اصلا كنت بنزل كل يومين اعلان فيه من 20 ل 30 الف دولار. يعني في الشهر كنت بعمل من ستور واحد 120 الف دولار. قيس على كده حوالي سنتين او 3. اول لما عملت $1,000,000 ريفينيو عرفت ان انا اتقنت الدروب شيبينج، فابتديت اخد كويسز مع ناس ازاي القي معلومه. انتوا عارفين يا جماعه مين احسن واحد يلقي معلومه في الدنيا؟ انا شفته كسيف. هما اتنين، واحد حديثا وواحد قديما. قديما هو الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، ربنا يرحمه ويسامحه. لدرجه انه ألبرت أينشتاين قال لك لو ما عرفتش تشرحها لحد عنده 4 سنين يبقى انت ما بتعرفش تشرحها. فابتديت ان انا اتكلم بواسطه ناس. انا في ناس دخلت لي كوتشنج من القائي بس، فبالتالي كان عندي مقياس $1,000,000. وكمان هقول لكم على حاجه بسيطه، انا في فيديو نزلته عملت $1,000,000 حديثا، برضو كان 900 وحاجه برضو ريفينيو، وكان في اقل من نص سنه او في سنه اخيره برضو. والله من كتر الستورز، انا عدد الستورز بتاع حياتي اصلا يمكن عديت 600 او 700 ستور انا لوحدي فقط. انا جاي عليا ايام كنت بلانش 2 ستورز بير داي. كان عندي تيم مرعب، كان عندي تيم كبير جدا. التيم ده راح فين؟ لسه موجود بس نزل منه شويه، لانه ابتديت اتعامل بي تو بيز اكتر. يعني بتتعامل مع شركات اكتر، بقيت اتعامل مع ايجنسيز. بدل ما كان عندي ناس بتقفل مع انفلونسرز، لا اقفل مع وكالات احسن. بقيت بتعامل شركه لشركه احسن. فالمهم، فكان عندي $1,000,000. ده كان سبب كافي انك تخش النكست ليفل اللي بعده. ابتديت كوتشنج، دربت، شفت ناس كتير. كل اللي انا عملته في الدروب شيبينج ده كان حوالي نقول 40% 50% اكسبيرينس. ال 50% التانية كانت بالكوتشنج. خلينا نحسبها حسبة مع بعض لايف ارتجالا. انا ما بحضرش اي فيديو. انا ابتديت كوتشنج ايكون بلاكر بس 2019. قبليها كنت مع واحد بيدرب ناس، كان مغربي بس كان بالانجلش، كان عنده فيسبوك جروب، الله يمسيه بالخير. فعرفت الكوتشنج بيبقى ماشي ازاي. فانا قعدت 19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 7 سنين. 7 سنين، 7 في 12 ب84 شهر. لو كان كل شهر بيخش لي 5 بس، وده استحالة يعني، 5 في 84 ب 420 طالب. 420 طالب في افريج كورس فاليو $2,000، 840,000. طبعا انا داخل لي اكتر من 400 بكتير. الحمد لله ازدهرت، ما بعرفش اخش حاجه غير لما اكون انا فعلا رقم واحد. الحمد لله رقم واحد في مقياس نفسي. كل واحد بيشوفني حتى لو كان يوتيوبر رقم واحد بالنسبه لنفسه. في واحد بيبص ان هو اكثر مشاهدات، مع اني انا ما صرفتش جنيه. اقول لكم على حاجه بصراحه، انا ممكن اقول في ال 800 دول نقول صرفنا $20,000. عملت فكره صايعه كمان ساعه الكورس. عملت جيف اواي عشان اعمل انجيجمنت، عشان بدل ما مصرف دعايه ادي للناس فلوس، والجيف اواي شغال. ده غير السيرفيسز، ده غير الكوتشنج، ده غير الماستر مايند، ده غير ده غير ده غير ده. فاعتقد بحسبه بسيطه عدينا $1,000,000 نت بروفيت. شفتوا الفرق؟ نت بروفيت. في ناس كانت راضيه وفي ناس غير راضيه، في ناس
شواهد السمعه وفي ناس دفعت عني. كل ده ما بقاش بيهمني دلوقتي. يعني طلعت في ستوريز قبل كده كنت بتكلم على الناس اللي بتطلع تتكلم على معلومه وبتاع. انا بتكلم كيوزر عادي لدرجه انه انا كنت ناوي اخش كل الكورسز بتاعت الناس اللي كانوا اللي انت كنت بشوفها، اللي انا بكتب دروب شيبينج. كنت انا بطلع مع ناس تانية، انا عايز اخش اشوف الناس دي بتقول ايه. كانوا انا يوزر بقى، انا تمام قوي، لان هي فعلا يعني رخيصه جدا. يعني انا لابس سنيكرز دلوقتي اير ماكس جينيوين ليذر 97، كنت جايبها ب $390 بتمن كويسز عادي جدا. وده يعني حاجه بسيطه. انا طبعا وريتكم قبل كده عندي في الانستجرام عندي كولكشنز كبيره جدا، اكتر من 400 جزمه 500 جزمه كمان. مش بفلكس ولا اي حاجه خالص. انا بقول لكم ان انا ايه اللي حصل في الفتره اللي فاتت. خلاص انا تعبت. نوعيه الكلاينت بقت اغرب من زمان، نوعيه المنافسه. انا يا جماعه عمري ما هبيع يعني كوتشنج سيرفيس مش هدي وقتي باقل من 8 حاجه زي كده، مهما كان بقى هو عليه القيمه مش عليه القيمه. كل واحد بيقدر وقته بقى. عملت ريسك فري ريفيوز قد كده، في ريفيوز كتيره جدا جدا انا ما نزلتهاش، لدرجه انه في ناس اللي هو بقول لهم طب ادوها لي بس كده انا هحطها عندي بس دي شكرا بتاعتي، هنشرب شاي مع بعض على فكره. فدخلنا في الموضوع كله ان احنا عايزين نشتغل على حاجه جديده. الفتره الجايه هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه هنركز على الدروب شيبينج تاني. نو مور كورسز، نو مور كوتشنج، نو مور مفيش الا باكسبشنز معينه، ودي نادر ومش بوعد بيها، بس حصلت تبقى معجزه. لان انا هقول كل الحاجات اللي كنت بقولها في الكوتشنج واسرار تانية خالص. تاني حاجه هكشف لكم ما وراء الباك جراوند، ازاي الناس بتبيع كورسز، ليه الناس بتبيع كورسز. انا بقى جاي اخربها على الكل وتحكم. انت بتسمعني وبتسمع حد تاني وبتسمع حد تالت وبتسمع حد رابع وبتسمع حد خامس، مين اللي جاي في بيع؟ ما هو انا خلي بالكم اقول لكم على حاجه قلتها قبل كده. في ناس بيبقوا صناع محتوى. يعني انت عندك ايه؟ انا بعمل دروب شيبينج فبعمل محتوى عشان ابيع كورسز. في ناس بتبيع كورسز بس من غير محتوى، في ناس بتعمل كده وفي الاخر هم دروب شيبرز. في ناس بتعمل محتوى بس. قاعده كده اولانيه، يعني خليني اقول لكم على حاجه. اي حد بينزل بشكل مستمر ان هو كورسز وعنده كونسيستنسي رهيبه في اليوتيوب، يبقى هو صانع محتوى في البدايه، هو مش دروب شيبينج. يا جماعه احنا كدروب شيبرز بنواجه مشاكل. دروب شيبرز اوريكم مشاكل بتحصل، بيمنتس وكانسلد وكومبلاينس وبتاع. انا لسه خلصان $59,000 بسبب ترانسفير غلط بتاع دنيا وترجك، ولسه واقف في الهوا، ويعني بنوك وتحويلات وبتاع ودنيا وقصص، ومنزل فلوس قد كده في بنوك في دبي عشان فاتح شركه هناك. قصص دي بقى المشاكل اللي انت ايه. انا بقى المفروض اركز من دول واقول انا جمهور قاعد بيقرقط في ضوافره دلوقتي مستني ايه، او اخش اقول لهم كورسز ايه؟ لا طبعا انا عندي حاجات اهم بكتير. فاي حد بيبقى مستمر في ان هو ينشر محتوى اسبوعي يبقى هو صانع محتوى في البدايه، هو مش دروب شيبر. هو ممكن يبقى دروب شيبر بصفه تانية، وممكن يبقى بياع كورسز بصفه تانية، ولا يفقه اي حاجه في المجال اللي بيعمله. ودي النقطه الثالثه اللي انا عايز اتكلم فيها، وهو الفيديو اللي جاي اللي انا هتكلم عليه هو دروب شيبينج فيرسز ديجيتال كورسز. لانه كلنا اشتغلنا كورسز وديجيتال برودكتس عشان الفلوس في الاول وفي الاخر. من الاخر انت عشان تجيب $2000 في الدروب شيبينج محتاج ايه؟ محتاج تبيع مش اقل من 40 اوردر، 40 زبون، 40 مشكله، ولا زبون واحد بمشكله واحده. بس طبعا لازم تبقى انت فاهم انت بتعمل ايه، انت مش داخل تنصب. فالفتره اللي جايه هكشف لكم ازاي الناس واللي انتوا بتتفرجوا عليهم بيبيعوا الكورسز، وازاي هم انتوا هتحكموا. المهم الفترة اللي جاية هعمل دروب شيبينج في السوق الأوروبي، خصوصا السوق السويدي، الدنماركي، فرنسي، ألماني، برتغالي، في البلاد دي. الفترة اللي جاية هبقى متواجد أكتر على اليوتيوب، حتى لو في أي نوع من أنواع البرودكتس اللي هتتباع ديجيتال، مفيش حاجة 1 to 1 خالص. الفترة اللي جاية السيرفيسز بتاعتنا لسه شغالة as a drop shipping. لو حد عنده اي سيرفيس، مفيش طبعا الناس دي شغاله للستورز بتاعتي انا. واكبر دليل باشا، انا من يومين سترايب اهو لسه براند نيو 15,000 او اكتر
انا لسه يعني انا لسه مش محضرها، بس هم اتليست تقريبا 15000 وبحط لكم السكرين شوت. سترايب، ريفرش، الدنيا تمام. سيبك بقى من جو الشوبيفاي وده برضو مربوط بشوبيفاي ستوري يعني. فالدروب شيبنج عندي ما ماتش، بس الفكره كلها ان انا هطلع بقى اتكلم مع الناس ان ديجيتال كورسينج. هطلع اتكلم مع الناس لو اتليست انت مش هتشتغل في الديجيتال كورس وعندك او ديجيتال برودكتس، تفهم اللي بيبيع لك الكورس قدامك ده هل هو فعلا عنده سكيل وبيبيعها، ولا بيبيع الهوا وهو ما عندوش اي حاجه اصلا. الفكره دي جت ازاي عندي؟ لما جه عندي يعني سيلز عندي سيف، احنا عايزين نبيع الكوتشنج ومش عارف ايه. طيب يا عم احنا بنبيع ريسك فري. ريسك فري يعني لو ما حققتش عملت اول اعلان وتاني اعلان ما نجحش هتاخد فلوسك، نجح خلاص كده احنا خلصنا. طب احنا عايزين نوفر بيمنت جيت واي ببلاش، ستور ببلاش. باشا فين القيمه؟ فين القيمه؟ كل ده خد الكورس بتاعه هديك ستور ببلاش وبتاع ببلاش ومش عارف ايه ببلاش. ايه ده؟ فين المعلومه؟ مين اللي بيتكلم؟ هكشف لكم اسرار على الديجيتال برودكتس في مجال الاي كوميرس اتليست، وهعلمكم كمان لو حد عنده اي نوع من انواع السكيل يبتدي يعمل ازاي، وازاي انا هبتدي اقلبها ديجيتال برودكتس. سوق في يعني تريليونز اوف دولار. عندك هوب بتاعت هوب دي ولا ووب بتاعت ايمان جاتزي، عدت داخله على 2 بليون دولار كمبيعات، وهو حط فيها 100 مليون دولار. اشوفكم على خير، وقولوا لي تحت عشان اتحفز اكتر ديجيتال برودكتس. قولوا لي كلمه ديجيتال وهقول لكم على حاجات فعلا بقى فعلا ملايين. ولو انت داخل اي مجال وشفت حد بيتكلم في معلومه بعد ما تتفرج عليها هتفهم كويس قوي الراجل ده جاي بيتكلم كمحتوى ولا فعلا عنده سكيل بيبيعها. لو عنده سكيل بيبيعها اشتريها، ما انت عايز برضو السكيل دي. هتفهم مين اللي جاي يقول معلومه فعلا ومين اللي جاي ايه ياخد من اليمين ويمشي. تمام؟ وده بعد خبره كتيره قوي. هنا بقى احنا مش بنتكلم على الناس اللي بتعمل دروب شيبينج بس، احنا بنتكلم في ماني ميكنج اونلاين. انت بتشتغل، عايز تشتغل تطلع فلوس، نقدر نشتغل مع بعض ازاي؟ اشوفكم على خير، وسلام عليكم.